يخسر تعبك وشاك يا عبد الدايم، عليه العوض. الفنان شفيق نور الدين فنان تأخر ظهوره في السينما سنوات طويلة، لكنه جاء إليها بعد أن حقق نجاحا ملحوظا فوق خشبة المسرح. مثل في المسرح والإذاعة والسينما والتلفزيون، وحقق في كل هذه المجالات بصمات واضحة، وهو أخيرا الرجل الذي ظل طويلا في الحياة الفنية بعيدا عن الأضواء، لكنه بصبر شديد وإرادة أشد صار تحت الأضواء، كل الأضواء. أنا يا ابني قبلت ولا كان ليا يد في الحكاية دي؟ المدير عينها في المكتب وأنا ما أقدرش أقول لا. والعمل يعني هتسيبها تكشفنا وتودينا في داهية؟ وبعدين بقى أنا بقول يعني إن ده مش وقت الكلام ولا ده المكان المناسب. نتقابل بالليل في القهوة ونتكلم في المسألة دي. في البداية نقرأ البطاقة الشخصية للفنان شفيق نور الدين. رحل عن الحياة وعمره 70 سنة، فقد ولد بقرية بجيرم مركز وسنة سنة 1911، وتوفي بالقاهرة سنة 81. أنهى دراسته الرسمية بالحصول على دبلوم مدرسة الصنايع والفنون، وتفرغ بعدها لمتابعة العروض المسرحية في أي مكان وقراءة كل ما يتعلق بفن المسرح الجميل. شفيق نور الدين ممثل شامل، تعامل مع كل مجالات التعبير الفني: مسرح، إذاعة، سينما، تلفزيون، وحقق في كل هذه المجالات نجاحا ملحوظا.